يا زهري صديقتي سألتني سؤال واحنا بنصور الحلقة اللي فاتت، ان في ناس مستغربة من الاكل اللي بنقدمه في لقمة خير، لكن بصراحة انا اللي مستغربة من سؤالهم. تعالوا اسمعوا السؤال. قاعدة سمعت ناس بيقولوا رشا بتعمل إطعام حمام. حمام يا رشا؟ ده كان السؤال، وقبل ما تسمعوا اجابته تعالوا اقول لكم على حاجة. لا حرج على فضل الله. يعني ايه؟ فضل ربنا عليك، خلي الناس تشوفه وقول هذا من فضل ربي، وجمد قلبك في الخير. نسمع بقى إجابة السؤال. نطلع للناس حمام ونطلع للناس بط ونطلع للناس جمبري، ليه لا؟ أكل الناس من الحاجة اللي احنا بنحبها قوي، فيعني دي من أحسن الحاجات ربنا وصلنا بيها، إن احنا ننفق من أحسن حاجة احنا بناكلها أو أحسن حاجة احنا بنحبها. لا حرج على فضل الله، دي دايما كلمة جوزي لما بكون خايفة إن في ناس تفتكر إن نكون بنعمل حاجة لله ونيتنا مش سليمة مثلا، كان يطمني بالكلمة دي. لا حرج على فضل الله. واللقمة لقمة خير زي ما لقمتنا لقمتك، المهم إن أنت تعرف إنك واحد مننا، إنك واحد مننا. فضل الله عليك في الخير مش لازم كله تخبيه عن الناس، خلي جزء منه يبان، يمنح الأمل والحب، يزيد الروح طمأنينة، ويقول للمحتاج أنا أخوك وصاحبك وحاسس بيك. وصدقني لو مش عايز حاجة ربنا هيديك كل حاجة. أشوفكم على خير يا أهل الخير.